عمرك سمعت عن أغرب مباراة أقيمت في كرة القدم؟ حصلت أحداث المباراة دي في عام 1945، حيث أقيمت مباراة جمعت بين أرسنال ونادي داينامو موسكو الروسي في لندن. وقتها الرؤية كانت شبه منعدمة بسبب الضباب الكثيف، ومع كده رفض الحكم انه يلغي المباراة بسبب المسافة اللي قطعها الفريق الروسي. وفي خلال المباراة تم تبديل لاعب من فريق داينامو، بس اللاعب المستبدل ما خرجش، وتكرر دخول لعيبة من الفريق من غير ما يخرج اي حد بدلهم، لحد ما وصل عدد اللعيبة ل 15 لاعب على ارض الملعب. مش كده وبس، ده كمان الحكم طرد لاعب من ارسنال، واللاعب ده بعد ما خرج رجع يلعب تاني. خلاص تفتكر ان كل الحاجات الغريبة حصلت؟ لا لسه. اصيب حارس مرمى فريق ارسنال، وبسبب انه مفيش اي بدايل ليه نزل واحد من مشجعين النادي عشان ياخد مكانه. كل ده والحكم مش شايف اي حاجة من كل اللي حصل ده. وفي النهاية خلصت المباراة المجنونة دي بنتيجة 4-3 لصالح فريق داينامو، وتعتبر المباراة دي احد اكبر مهازل كرة القدم عبر التاريخ.